السلام عليكم مشاهدينا الأوفياء، مرحبا بكم على قناتنا أولينا سبور. نتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال، ونتمنى دعمنا بالاشتراك والإعجاب، تفعيل زر الجرس، وكذلك وضع تعليق محفز أسفل الفيديو لتتوصلوا بجديد فيديوهاتنا دائما، وشكرا جزيلا مسبقا. في إطار استعدادات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة للاستحقاقات القادمة كأس إفريقيا وكأس العالم، يشارك إن شاء الله في بطولة ودية تقام في دولة كرواتيا رفقة 3 منتخبات أخرى، وذلك في الفترة الممتدة بين 4 أكتوبر حتى 8 من نفس الشهر. المباراة الأولى ستكون إن شاء الله يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 على الساعة 5:15 بالتوقيت المغربي ضد منتخب النرويج. المباراة الثانية ستكون إن شاء الله يوم الخميس 5 أكتوبر على الساعة 5:15 بالتوقيت المغربي ضد منتخب لاتفيا. المباراة الثالثة ستكون يوم السبت 7 من أكتوبر على الساعة 5:15 ضد منتخب تركيا. بعد انتهاء هذه المباريات إن شاء الله سيتم تحديد صاحب المركز الأول والثاني والثالث، لتقام المباراة النهائية إن شاء الله يوم الأحد 8 من أكتوبر على الساعة 5:15 بين صاحب المركز الأول والمركز الثاني. نتمنى أن يتوج المنتخب الوطني المغربي بهذه البطولة إن شاء الله وتحسين مركزه العالمي، حيث أنه الآن في المركز الثامن. نتمنى أن يحسن هذا المركز إن شاء الله، وشكرا على المتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.